لو ولادك نفسهم ياكلوا حاجة حلوة وعندك تفاح تعالي نعمل الفكرة دي. كمان لو ولادك مش بيحبوا التفاح بعد الفكرة دي هيموتوا فيه ويطلبوها منك على طول. هنجيب لهم المصيف لحد البيت وهنعمل لهم خد الجميل اللي فعلا طعمه جميل جدا. تعالوا بينا بقى نبدأ الفيديو، ولو أول مرة تشوفيني ما تنسيش اللايك الجميل وكومنت حلو منك وتشتركي في القناة من كلمة الاشتراك الحمراء اللي تحت الفيديو. وتعالي بينا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا. اول حاجه معانا تفاح، وبتنقي التفاح الصغير، مش عايزين التفاح الكبير قوي. بنغسله كويس جدا جدا وبيتنشف كويس جدا، مش عايزين فيه ولا نقطه ميه. هنبدأ بقى هنجيب الشيش طاووق اللي هي الخلة بتاعة الشيش طاووق الخشب، او عصاية الستيك، بس هي يفضل انها تكون عصاية الشيش طاووق. وبعدين بقى بنبدأ ندخلها كده في الثمرة كده من الجزء اللي تحت، وهندخلها لحد قبل الاخر بحاجة بسيطة. طبعا وظيفة الشيش طاووق ان هم يعرفوا يمسكوها منها وهم بياكلوها، وكمان عشان ننزلها في العسل اللي هنعمله ويبقى سهل علينا ان احنا نغطسه في العسل ده. طبعا هعمل كل التفاح بنفس الطريقة، وهبدأ بقى اني اجيب السكر اللي هنبدأ نشتغل بيه كده مع بعض. اول حاجة هنجيب 3/4 كوباية سكر وهننزل بيها في وعاء صغير على النار، وبيكون حجمه صغير علشان السائل اللي هنعمله او السكر اللي هنعمله يكون ملموم معانا، ولما نحب نغطس فيه التفاح يبقى ملموم وسهل ان احنا نغطسه فيه. هتاخدوا بالكم من الفكرة واحنا بنعمل التفاح. هنجيب معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز وهنحطها على السكر، وهنجيب معانا بقى فانيليا ولون احمر، او لو مش عندك لون احمر وعندك طعم الفراولة هيبقى افضل بكتير. طبعا طعم الفراولة بيبقى معانا كمان لونه احمر. هنيجي بقى ناخدهم كده على النار، وعايزة اقولك هنبدأ ندوبهم كده على الهادي. وانا هنا كمان اضفت معلقتين كبار من المية علشان خاطر تدوب العسل الجلوكوز مع السكر وما يبقوش متماسكين قوي معانا وياخدوا وقت طويل. طبعا نحاول ان احنا ما نطلعش بالسكر في الجوانب بتاعة الاناء بتاعنا علشان خاطر ما يسكرش معانا ويبدأ يعمل بلورات كده من السكر. هنقلب كده واحدة واحدة على الهادي لحد لما تلاقي السكر بتاعك داب تماما وما بقاش فيه حبيبات خالص خالص في الاناء بتاعك. طبعا المية هتساعد على ذوبان السكر مع الجلوكوز. انا هنا ما حاولتش اني اسرع الصورة علشان تخلوا بالكم من المراحل، علشان خاطر نمشي مع بعض واحدة واحدة ويظبط معاكي. هنا انا جبت ملح ليمون، يعني هو اقل من ربع المعلقة، معلقة صغيرة اقل من الربع بتاعها. وابتديت اني انزل بيه كده واقلب العسل بتاعي لحد لما احس ان هو تقل كده زي ما احنا شايفين، ومش محتاجين ان احنا نخليه زي الكراميل لونه عسلي، لا احنا عايزينه كده زي ما هو ابيض. هبدأ بقى اني انزل بيه اللون او طعم الفراولة معانا، وهبدأ اني اقلبه كويس زي ما انتوا شايفين. ولو احتاجتي انك تحطي لون تاني هتحطي نقطة كمان، اللون بيبقى مركز. انزلي بيه واحدة واحدة كده لحد لما تلاقي اللون ظبط معاكي. هتقلبيه، وعايزة تختبريه ممكن تجيبي كوباية مية وتختبريه لحد لما تلاقي ان كون معاكي قطعة كده من السكر الجامدة او قطعة من الحلاوة الجامدة. هتنزلي بقى بطعم الفانيليا، او لو حطيتي طعم الفراولة او طعم التفاح، اي طعم عندك تحبي انك انت تزوديه هتنزلي بيه على السائل بتاعنا ده وهتقلبيه كويس وتطفي النار. هتطفي النار وبعدين بقى هتسيبيه يهدى شوية علشان نبدأ ننزل فيه التفاح بتاعنا. طبعا بتسيبيه يهدى شوية علشان خاطر ما يحصلش صدمة مع التفاح والتفاح تحس ان هو استوى كده. طبعا مش هتسيبيه يبرد قوي، احنا عايزينه سائل، فلو سبتيه يبرد هيكون معاكي قطعة سكر واحدة او قطعة حلاوة واحدة، فاحنا مش عايزينه يوصل للمرحلة دي. بتميلي كده السائل كده على جنب واحد، وعشان كده انا كنت بقولك اعمليه في حاجة صغيرة وضيقة علشان خاطر السائل بتاعك او الحلاوة تبقى ملمومة معانا ونقدر نغطس فيها التفاح. وخليكي سريعة بقى وانتي بتغطسيه،
ولازم تدهني الطبق اللي هتحطي عليه التفاح بنقطتين كده من الزيت علشان التفاح ما يلزقش في الطبق معانا، يبقى سهل ان هو بعد لما يبرد ما تطلعيه من الطبق وما يلزقش بالحلاوة بتاعته في الطبق. هنغطس كل الكمية وخليكي سريعة وما تخليهوش تلفي كده كتير علشان هيعمل معاكي طبقة سميكة قوي من الحلاوة. احنا عايزينها طبقة رفيعة خالص ويعني هتبقى يا دوبك قرمشه كده، ما تبقاش طبقه سميكه وتخلي التفاح صعب ان هو يتاكل. هنا انا عملت التفاح بقى الكميه اللي انا عملتها معاكم، اخر واحده دي طبعا عشان السائل قل شويه، فهي يعني ايه حاولت اني اعملها بصعوبه شويه. طبعا لو كمية التفاح اكبر هتكتري السكر اكتر عشان يبقى معاكي سائل اكتر ويعمل كفر كويس على التفاح. بس كده هيتبقى بقى معايا معلقتين صغيرين كده. هعمل معاكم حاجة ظريفة قوي للاطفال. هو الفيديو النهاردة كله تقريبا للاطفال. هجيب بقى اي قالب سيليكون عندي وهنزل فيه المعلقتين اللي متبقيين من الحلاوة دي. هتعمل معاكي احلى توفي او ملبس للاطفال الصغيرين. سهل جدا جدا تعمليه وسهل جدا تطلعيه من الاسطمبة السيليكون اللي احنا استعملناها دي اللي انتوا شايفينها دي. سهلة وسريعة وكمان طعمه خطير جدا، خصوصا لو انتي مستعملة اطعم في الحلاوة دي. يعني انتي ممكن تعمليها لهم كده من غير تفاح، تعمليها لهم في القوالب السيليكون الصغيرة قوي دي اللي بتطلع اشكال نونو كده وصغيرة تخلي الولاد يحبوها. تعملوا لهم الملبس في البيت، طبعا طعمه بجد خطير، لازم تجربوا الوصفة دي. بس كده وبتسيبوه يعني 10 دقايق بيكون بقى تجمد معانا والكفر بيكون خلاص بقى مقرمش زي ما انتوا شايفين كده، وفي لمعة بجد تحفة جدا جدا. هي بتلمع كده لوحدها، انت مش بتحتاجي انك انت تضيفي اي اضافات على الخليط بتاعك علشان يبقى بيلمع كده. بس بيبقى طعمه حلو جدا. الملحوظة اللي قلتها لكم اهم حاجة ما تحطوش كفر كتير قوي على التفاح علشان الولاد يعرفوا ياكلوه بسهولة. وخليكي سريعة جدا جدا وانتي بتعملي علشان خاطر ما يتجمدش معاكي السائل ويبقى صعب انك انتي تعملي كفر على كل كمية التفاح بتاعتك. بس كده. وكمان الملبس زي ما انتوا شايفين كده طلعوا معاكم من السيليكون. سهلة قوي قوي وطريقته حلوة جدا وخفيف. سهل انك انت تعمليه في 5 دقايق، ما تحتاجيش انك انت تشتريه من بره البيت ويبقى فيه مواد حافظه. اتمنى كده الوصفه تكون عجبتكم وتكون سهله وبسيطه وتعملوها وتجربوها لولادكم وتفرحوهم في البيت. وما تنسونيش في اللايك، واشوفكم على خير في وصفات جديده، وسلام عليكم وباي باي.